خليني أسألك بالبداية، هل أنت عايش حياتك وراضي عنها أو عايش الحياة اللي أنت بتتمناها ولا مستني تعيشها؟ لأن خلينا كمان نتفق إن كلنا عندنا صورة مثالية عن الحياة اللي عايزين نوصل لها، وبنحلم كل يوم بيها، وبنحلم باليوم اللي نبقى فيه ناجحين مرتاحين والأهم من كده سعداء. ولكن الحقيقة الصدمة إن مفيش حاجة تضمن لينا الحياة دي، وإن اليوم ده ممكن عمره ما يجي، لأنك أصلا مش شايف إنك عايش حياتك دلوقتي باللحظة الحالية، وإن الوقت والأيام اللي بتعدي دلوقتي هي دي حياتنا. إننا بنبني شكل الحياة المثالية على أشياء صعبة أو بعيدة المنال، فإحنا بننسى إننا نعيش. ستيف جوبز في أواخر أيامه قال إنه قضى عمره بيجري ورا النجاح ولكنه نسي إنه يعيش. روبن ويليامز رغم إنه كان محبوب لكنه كان بيعاني من الداخل. محمد علي كلاي قال إنه اتمنى لو كان عاش حياته بطريقة مختلفة. وغيرهم كتير أمثلة لا تعد ولا تحصى لناس وصلوا لحاجات ضيعوا فيها عمرهم كلهم، رغم كده ما كانوش راضين عن حياتهم. المهم انت وانا بنعيش نفس الغلطة، بس لسه قدامك فرصة تغير ده. في الفيديو ده هنفكك الوهم اللي كلنا واقعين فيه، وهنكتشف ازاي تعيش فعلا بدل ما تفضل حياتك مستني. الحياة اللي بتحلم بيها مجرد فكرة. كلنا بنصدق إن في لحظة معينة في المستقبل كل حاجة هتكون مثالية. لما أكسب فلوس كتير هكون سعيد، لما أحقق النجاح اللي بحلم بيه هرتاح، أو لما ألاقي الشريك المثالي حياتي هتتغير. ولكن المشكلة الحياة مش هتبدأ في المستقبل، الحياة شغالة دلوقتي وانت مش واخد بالك. وعلشان كده لازم تثبت في عقلك وتدرك إن الحياة التي تريد عيشها مجرد وهم، لأنك أصلا عايش حياتك دلوقتي بس مش مركز فيها. الندم المتأخر زي ما سمعتني، في ناس وصلت للي انت بتحلم بيه لكن لما وصلوا اكتشفوا انهم ضيعوا حياتهم. جيف بيسوس مؤسس امازون قال انه اكتر حاجة كان خايف منها في حياته انه يوصل لمرحلة متأخر ويكتشف انه عاش حياته بطريقة غلط. وفي دراسة اتعملت على ناس كتير كبيرة في السن وسألوهم ايه اكتر حاجة ندمانين عليها، الاغلبية قالوا انهم ما عاشوش الحياة الحقيقية وكانوا دايما مستنيين اللحظة الصح. بس ده مش جديد علينا، احنا سمعنا الامر ده كتير ورغم تكراره الا اننا مش قادرين يثبت في عقلنا او مش قادرين نطبقه. لكن دي مش مشكلة لان التغيير المفاجئ صعب، فانت مرة على مرة تحاول تعود نفسك ان تاخد القرارات او تفكر تعيش الحياة اللي انت مش هتندم عليها بعدين، بحيث ان تعطي كل يوم او كل لحظة في حياتك حقها. تقبل الوهم. ممكن سمعت كتير بإن الحقيقة أكثر ألما، كذلك الواقع. أوقات كتير بيكون الواقع أصعب من إننا نتحمله، فعقلنا بيحاول يتجنبه علشان يخفف شعورنا بالألم. وده ممكن نلاقيه في كام نقطة. النقطة الأولى الخوف من الفشل. خايف تبدأ دلوقتي علشان مش عايز تخسر، لأن بسبب تفكيرك وخوفك الكبير من الفشل بدأ العقل يشوف كأنه تهديد بيهدد حياتك، ولأن العقل بيحاول يحميك فهو بيتجنب كل شيء مؤلم. النقطة التانية الضغوط الاجتماعية. من الأسباب الرئيسية أيضا البيئة والمجتمعات اللي بنعيشها واللي بتحكم علينا إننا بنختار أو نقبل أشياء إحنا مش بنحبها أو مش عايزينها. فتلاقي إن أغلبنا ممكن يدخل كلية أو جامعة أو حتى يشتغل في وظيفة هو مش بيحبها بس علشان يرضي البيئة تبعه أو علشان يرضي أهله. ولعنة السوشيال ميديا، بتشوف حياة الناس المثالية فتفتكر إن حياتك ناقصة ومحتاجة تعديل. والمشكلة بالأمر ده إن أنت بتتعرض على حيوات ناس كتيرة وبتنعرض لك بشكل مثالي. المشكلة إنك بتتعرض لكمية مهولة من صور النجاح اللي أغلبها بيكون مزيف، من فنانين ورياضيين ومؤثرين وغيرهم، وكلهم بيظهروا حياتهم بأحسن صورة ممكنة. النتيجة بتلاقي نفسك غرقان في خيارات لا نهائية، مشتت بين أحلام مختلفة كل يوم بتبعد أكتر عن الواقع اللي ممكن تبنيه بنفسك. مع الوقت بتتحول لسجين داخل أحلام اليقظة بحيث إنك تقنع نفسك إنك ناجح جوه خيال، وده بيخليك تأجل الحياة الحقيقية. المشكلة إن أحلام اليقظة بتديك إحساس لحظي بالراحة والإنجاز، لكنها في الحقيقة مجرد مخدر بيسرق وقتك وحياتك. يبقى احنا دلوقتي حللنا الأمر وعرفنا المشكلة، باقي الحلول اللي ممكن تساعدنا. أول شيء انت محتاج تعترف بالحقيقة، انت مش ناقصك حاجة علشان تبدأ تعيش، انت عندك حياة دلوقتي استخدمها. حاول تعيش كل يوم كأنه آخر يوم، اتعب اتعلم واعبد، وفي نفس الوقت ما تنساش نصيبك من الرفاهية. ابدأ بالأشياء الصغيرة، مش لازم التغيير يكون ضخم، ابدأ بحاجات بسيطة كل يوم تخليك تحس بالحياة. وتعلم هواية بجانب عمل بحيث إن قبل ما تصاب بالاحتراق الذاتي يكون
يكون عندك ملجأ تطلع فيه الضغط أو الفتور اللي ممكن يصيبك. قلل من التوقعات العالية. السعادة مش بس في النجاحات الكبيرة، السعادة في اللحظات الصغيرة اللي انت مش واخد بالك منها. فحاول تحتفل بالإنجاز البسيط وما تأجلش الفرحة أو المكافأة لنفسك، لأن زي ما قلت انت محتاج ان ما تنساش نصيبك من الرفاهية. حط خطة ولكن ما تفضلش تخطط للأبد. التخطيط حلو بس ما تخليش التخطيط يعطلك عن التنفيذ، وزي ما قلنا ابدأ بالحاجات البسيطة. جرب تعيش بدون تأجيل. اسأل نفسك كل يوم، لو ده آخر يوم في حياتي هل هكون راضي عنه؟ وآخر شيء، في حاجات بسيطة زي الشكر والامتنان، صدقني الأمور دي هتخليك راضي عن حياتك وسعيد. وأهم شيء الصلاة في نهاية اليوم لما تكون على وشك النوم وتفتكر إن أنت أديت الفروض تبع اليوم ده لوحده كفيل إنه يحسن مودك حتى لو كان متعقد. في النهاية ممكن يكون صعب تطبيق كل الحلول دي مرة واحدة، فحاول تطبقهم مرة ورا مرة، ومش شرط تطبقهم كلهم، ولكن تطبيق واحدة فيهم على الأقل كافي إنه يغير في حياتك. وأخيرا، لو مستني اللحظة المثالية فالحقيقة إنك هتفضل مستني للأبد. ابدأ دلوقتي بالحياة اللي معاك. مستنيك تشاركني إجابتك في التعليقات، إيه الحاجة اللي كنت مأجلها وهتبدأ تعملها من النهاردة. وأشوفك على خير، مع أحلى سلام.